السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وحشتوني حبايب قلبي من الفيديو اللي فات لفيديو النهاردة. لسه بقى بتشتري الجلاش بكريمة الكاستر بكم من بره؟ طب ايه رأيك بقى ان انا هخليكي تعمليه في البيت بنص التكلفة وطعمه كمان احلى من بره؟ تابعي الفيديو للآخر وهنشوف احنا هنعمل مع بعض ايه. بس خلوني قبل ما هبدأ هقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم بارك لنا في بيوتنا وبارك لنا في أرزاقنا، وعلمنا يا رب العالمين حسن التدبير والتوفير، واغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك يا رب العالمين. اللهم اجعل طعامنا بركة وبيوتنا سكينة وأيامنا طاعة ورضا. يا رب ارزق كل ست بيت الستر والصحة والرزق الوفير وراحة البال والرزق الذي لا ينقطع أبدا يا رب العالمين، وبارك لها في صحتها وفي أولادها وفي زوجها يا رب العالمين. قادر كريم. ربنا يحفظكم جميعا حبايب قلبي. تعالي بقى نشوف هنعمل مع بعض الجلاش بكريمة الكاستر ازاي بطريقة موفرة جدا بنص التمن اللي هتجيبيه من بره اصلا. انا معايا حبايب قلبي لفة جلاش. طلعتها من الفريزر، كانت في الفريزر عادي. عايزه تشتغلي بيها فريش يبقى فل، مفيش ادنى مشكله. طلعتها من الفريزر سبتها تفك خالص براحتها، وبعدين جبت الصينيه بتاعتي مقاس 30 في 30، وبدات ان انا يا بنات ايه ادهن الصينيه كويس قوي سمنه. وهمسك بقى ورقتين ورقتين، وبين كل ورقتين انا ايه هدهن سمنه كويس قوي. خلاص. ما تقلقيش من الزيادات دي، انا هقولك في الاخر خالص هنعمل فيها ايه، مش هنهدر اي حاجه. بدأت بقى يستحسن يا بنات يكون السمنة تكون سايحة، عشان ايه تعرفي تفردي بيها ما تكونش مكتلة معاكي. بصوا حاجات صغيرة جدا بس هتفرق معاكي في الفينش النهائي، الشكل وطعم صينية الجلاش. بصوا حبايب قلبي، دي بقى كريمة الكاستر اللي انا عاملاها. ده يا حبايب قلبي بصوا سحر كده وكان تايه عن بالي. ده كيس كاستر يا حبايبي ب6 جنيه او ب6 ونص، مش متذكرة السعر بصراحة يا بنات ايه. يعني هو يا ب6 يا ب6 ونص. خلاص. انا باخد منه ايه، مش باخد الكيس كله يا بنات، انا باخد منه معلقتين كبيرة. بص بقى التوفير، يعني بصوا توفير جوه توفير. احسن ما تعملي القشطه الكدابه او الكريمه الكدابه اللي كنا بنعملها بالنشا واللبن. والله العظيم ده طعمه في حته تانية خالص. كل اللي هيدوق منك صينيه الجلاش هيقولك تسلم ايدك وربنا يا رب يكرمك من واسع فضله. بصوا حبايب قلبي انا عملت ايه. انا حطيت معلقتين كبار من كريمه الكاستر على كوبايه لبن كامل الدسم. كل ما هتعملي الكريمة بلبن يكون كامل الدسم أفضل من اللبن المعلب. فاهمين قصدي يا بنات؟ طعمه بيكون غني كده وتحسي ان انت فعلا بتاكلي كريمة حقيقية، مش كريمة يعني كأنها جاهزة وحياة ربنا. المهم يا بنات وصلت لغاية كمية نص الجلاش. رصيته كله وورقت بين كل ورقتين ورقتين سمنة. لازم ده اساسي يا بنات لان الجلاش روحه السمنة. وما تخافيش من السمنة الزيادة لان الجلاش من الحلويات اللي بتنطر سمنتها الزيادة، فما تقلقيش منها. يعني انت لو حطيتي سمنة زيادة وبعد ما خلاص خلصتي تسوية كاملة، انت ممكن تصفي السمنة الزيادة دي قبل ما تنزلي عليه بالسيرب. فاهماني؟ بس اهم حاجة اخدميها صح في دهانها بالسمنة. المهم يا بنات عملت ايه بقى. مسكت معلقتين كبار من كريمة الكاستر، حطيتها على كوباية لبن كامل الدسم، وفضلت اقلبهم مع بعض ورفعتهم على النار. يعني الاول حطيت على البارد وقلبت تمام، وبعد كده قمت رافعاها على النار. ما تحطيش فيها سكر، ما تحطيش فيها اي حاجة، هي غنية بالطعم والفوائد كلها. والله العظيم يا بنات جربوها بكريمة الكاستر، خطيرة خطيرة. بس عايزة اقولك على حاجة، هو في كذا نوع كاستر. الاكياس اللي انا جايباها دي افضل الانواع، لاني انا جربت نوع اللي هو بالموز سيء للغاية، سيء سيء للغاية بالامانة. انما اللي بالفانيليا خطيرة. دي متهيألي كده اعتقد ان دي اللي بالمحلات بيشتغلوا منها. خطيرة يا بنات. المهم يا بنات عملت ايه بقى. حطيت بعد ما رفعتها على النار وخليتها تاخد القوام المظبوط. انا عملت ايه يا بنات، انا نزلت بال سبتها تهدى خلاص، طفيت عليها اول ما خدت القوام اللي انا عايزاه. طب تعرفي ازاي بقى عشان البنات الصغننه اللي لسه داخله المطبخ؟ هقولك تعرفي ازاي. اول ما تلاقي عملت فقاقيع من الجناب ومن النص تمام قشطه كده استوت وزي الفل.
فاهمين قصدي يا بنات؟ طيب خلاص سبتها تهدى، ما تحطهاش سخنه، سبتها تهدى خالص، وبعد كده قمت مقلباها وحطها بقى في نص صينيه الجلاش. في تريكايه هقولك عليها برضو، ان انت دايما اي كريمه او اي حشوات هتحطيها بين الطبقات في الصينيه، اعمليها حبيبه قلبي في النص، ما تطلعيش بيها على الحروف، وزعيها كلها كده، سيبي حوالي 2 سنتي من كل حرف. الكريمة مش تطوله. ليه بقى؟ علشان لو هتقلبي الصينية ما تبقاش الكريمة بارزة من بره، تبقى انت خادمة الصينية ومظبطة طعمها ومظبطة كل حاجة، بس انت عشان حاطة الكريمة لغاية الاخر وقلبتيها هتلاقي الكريمة طالعة من بره فلازقة. طب وليه؟ ما احنا عايزين برضو طعم مع شكل جمالي. فاهمين قصدي؟ لان العين اللي بتاكل الاول. المهم يا بنات، وزعت الكاستر في نص الصينيه، وفردته كويس قوي، وبدات بقى انزل ببقيه كميه الجلاش يا بنات. واللهم بارك، قمت حاطه بقى بين كل برضو ورقتين ورقتين، حطيت حطيت كاستر، حطيت سمنه. تمام. طيب بصي بقى، عايزه تقطعيها وعندك القطاعه تمام، بس انا ربنا يا رب يبارك لي في ولادي حبايبي، كسروا لي القطاعه بتاعتي. ماشي، قعدوا يفتكسوا لغايه ما كسروا الدراع بتاعها، اللي هي العجله، انا معايا القطاع العجله. فبقت صديقتي الصدوقه مين يا بنات؟ اللي بنخرط بيها الملوخيه، اسمها ايه؟ نسيت اسمها. المخرطه. خلاص يا حبايبي، بمسك المخرطة وبنزل بيها زي ما انتوا شايفين كده يا بنات. ببدأ اقطع الصينية الحجم اللي انت عايزاه. عايزة تقطعيها سمبوسة، اللي هو مثلثات، قطعي. عايزة تقطعيها مربعات، قطعي. عايزة تقطعيها بالشكل اللي انا عاملاه ده، ليكي ما تشائي، براحتك خالص يعني. بص، البيت بيتك اشتغلي زي ما انت عايزة. فاهمين قصدي يا بنات؟ المهم يا بنات، بعد ما قطعت التقطيع اللي انا عايزاه تمام، دهنت بقى الوش سمنة. حاجة برضو هقولك عليها، ما تدهنيش الوش الاخير سمنة غير لما تقطعي، ده عشان البنات اللي لسه داخله المطبخ. انا بصوا كل تركيه صغنونه بقولك عليها، عشان في الاخر نطلع بصينيه جلاش ناجحه ومضمونه 100%. خلاص يا بنات، بعد ما قطعت بقى، سقيت بقى سمنه وش الجلاش كله. بصوا الصينيه شكلها اصلا بيتكلم عن نفسها، والله تتاكل كده. شايفين الجمال؟ شايفين؟ في اللحظة دي يا بنات أنا كنت مولعة الفرن ورايا، وحاطة اللهم بارك، حاطة حاطة الرف الأوسط، الشبكة في الرف الأوسط. خلاص، ولعته على نار حامية، وحطيت الشبكة في الرف الأوسط. وبعد ما خلصت قمت نازلة بالصينية. بصوا بقى حبايب قلبي، السيرب بتاعه أنا ممكن أكون مختلفة شوية، لأن أنا طبعا انتوا عارفين إن أنا يعني مريضة سكر، فأنا بخاف إن أنا أعمل أي حاجة مسكرة. فبعمل فأنا بقلل السيرب بتاعي، ما بحطش فيه سكر كتير. بحط كوباية واحدة سكر، كوباية، وعليها كوبايتين مية. انت بقى الصح بتاعه اصلا؟ الصح كوبايتين سكر عليها كوباية واحدة مية. ماشي، ده الطبيعي. بس انا عشان بحب ان انا يعني امشي شوية جنب الحيط كده عشان الدنيا تتظبط معايا. فبعمل بحط هي كوباية سكر عليها كوبايتين مية، عشان يبقى مش مسكر قوي. واسيبه بقى ياخد ويدي بشكل ودي على البوتاجاز، لغاية ما ياخد القوام المظبوط بتاع السيرب. ونسيت اقولك ان انا بعد ما بحط السكر والمية بنزل عليه بعصير ليمونة. خلاص، وترفعيه على النار، قلبي الاول على البارد وبعد كده ارفعيه على النار لغايه ما ياخد القوام اللي انت عايزاه. ماشي حبايب قلبي. طب خلاص، وصل للقوام اللي انا عايزاه، وهبدا اسقي بيه. او من الاول حاطه كيس فانيليا. تمام. تعالوا بقى نشوف شكل الصينيه. شايفين ايه ده بقى؟ ايه الجمال والحلويات العسل اللي عاملاه ام مازن دي؟ شايفين ام مازن عامله عظمه، عامله عظمه بجد يا بنات. شايفين الجمال؟ اللهم بارك. صينيه كده فاخر من الاخر. اولا مش عارفه امسكها سخنه نار، لان لازم يا جماعه سر نجاح الجلاش ان هو اول ما يطلع تسقيه وهو سخن، الصينيه سخنه والشربات دافي. الصينيه سخنه والشربات، مش هقولك سخن، لا دافي، لا سخن ولا ساقع، دافي الوسط. خلاص، والصينيه تكون سخنه جدا. تمام يا بنات. سقيت الصينيه بالشكل الفله الجميل اللي انتوا شايفينه دوت. وهقطعها دلوقتي قدامكم طبعا. انا مقطعاها بس هغرفها في الاطباق، ومعاها بقى شويه حاجه ساقعه كده، وبالف هنا وشفا. ابهري ولادك كده وفرحي بيتك، ويا بركه رمضان خليكي في الدار، وربنا يا رب يجعل ايامكم كلها خير وعمار ورزق وراحه بال قادر كريم. بحبكم قد العالم. ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي، ويوفقنا جميعا، ويكتب لنا يا رب السداد والتوفيق.
ونطلع كلنا سوا ان شاء الله، وربنا يكتب لنا التوفيق. واخر كلامي ان الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.